وزي ما اتفقنا مع عبد الحميد، مفيش مستحيل واي حاجه لها تعديل. ده الكونسول الاي 30 طبعا، او الام 40 يعني، الموديل القديم ده طبعا. العربيه كانت مانوال، احنا عاملين تعديل كامل. كل اللي احنا بنعمله ده طبعا عشان الماده تستر وتقفل. احنا بنحط قطن في الاول نسند بيه يعني، وبعد كده بنمشي بالامير والماده اللي انا حاططها. تمام، علشان احنا ده بعد كده هيتعمل كنتره كله يا جماعه، الكنتره. بس احنا طبعا بنأسسه زي الاوريجينال كده. طبعا العربيه انا عملتها ستيبترونيك اوتوماتيك 28. ده هتشوفوه في الاخر، لسه ليها فيديو طويل. بس في الاخر انا بس حبيت اوريكم مرحله من المراحل اللي احنا عدلناها. تمام، وكنت وريت لكم مرحله قبل كده. ده كونسول الاي 30 عملناه، ركبنا له حته كده اوتوماتيك علشان يبقى اوتوماتيك. ودي بتاعه كونسول تابلو اي 46، كونسول اي 46 يعني. وعدلنا وراكب الحصيره، وهيبقى ستيبترونيك وكل حاجه شغاله زي الفل. وهوريكم، وخليكم معايا لاخر الفيديو انتوا شوفوا الشكل وشوفوا المنظر المبدئي اللي هو بعد كده هيتعمل الكنترة، ويبقى الشكل غير طبيعي مع التابلو اللي انا عامله الكنترة ومركبه. هتشوفوا في الفيديو دلوقتي، وهتشوفوا قد ايه الواحد الحمد لله بيفكر في حاجات جيدة وجميلة، وكل حاجة ليها حل. مفيش مستحيل مع عبد الحميد، اي حاجة لها تعديل. زي ما اتفقنا ان احنا عايزين يعني احنا بنعرض الكلام ده بحيث ان لو ناس بره او ناس جوه او في اي حته حابب يعمل الفكره، يبقى عارف احنا عملنا بايه وعدلنا بايه، يبقى الدنيا سهله عليه، وبرده نبقى فدناه وخدنا حسنات. احنا المفروض ان احنا كلنا نفيد بعض يا جماعه زي ما اتفقنا. وخليني اقول لكم ان اللهم صل على سيدنا محمد، الحياه الجميله ان انت تعمل شيء وتعرف الناس الطريق. ده مهم جدا، لازم نعمل الشيء ونعرف الناس الطريق. واهم حاجه الفينش، واهم حاجه الحاجه الجميله تطلع ازاي. وبرده التعديل ما يبقاش عشوائي يا جماعه، مهم جدا. هنا الطفايه زي ما انتم شايفين اشتغلت اوريجينال، ودي بقى الحصيره اللي انا عاملها الجديده. طبعا ده بوريها لكم مبدئي كده، وبناخد تيست عليها في العربيه علشان الحاجه تطلع مظبوطه. النهارده دي العربيه الاي 30 اهي، دي فابريكا بره جوه كوبيه، ودي اول ملك في مصر. فتحه سقف طبعا. دي العربيه اتعملت 28 هيدر شكمان. هوريكم في الاخر اوتوماتيك دبل فانوس ستيبترونيك. طبعا ده ما حصلش في ام 40 قبل كده، بس انا حابب اوريكم. وكمان بنعمل بقى الشكمان صامت وكل حاجه اوريجينال على ابوها. انت راكب عربيه عشان تركبها اوتوماتيك بحاله جيده بشكل جميل، تعديل محترف. في الاخر هتفهموا احنا عملنا ايه. وكل حاجه بنعدلها تبقى مظبوطه. وزي ما انتم شايفين احنا هنا بنعدل، بنظبط الاكشن الاخير بتاع الحصيره علشان زي ما انتم شايفين نجيب الغيارات ونجيب يمين شمال الستيبترونيك نشغله. بنجرب طبعا الستيبترونيك علشان زي ما انتم شايفين اهو الستيبترونيك اهو. تمام، والدنيا جميله. هنعمل بقى ايه تيستات كده. التيست ده كله ده الدي لما بيركب اهو يا جماعه، دي للام 40. طبعا ده لسه هيتعمل الكنتره، بس انا حابب اوريكم الشكل المبدئي. تمام، الشكل المبدئي كل حاجه معموله في مكانها يا جماعه، الحاجه ماشيه اوريجينال. طبعا الحصيره اللي احنا عاملينها دي معلينها ليه فوق الكونسول التاني علشان العصايه الاوتوماتيك اعلى من التانيه 100 مره لفوق، عاليه جدا. فاحنا مطلعين الشغل مظبوط واللحام مظبوط. لسه بقى ما يمشي الالكنتره مع الكراسي اللي احنا عملناها. طبعا دي كراسي كوبيه بتاع اي 93 عشان برضو الناس تبقى عارفه، بتركب كويسه جدا وزي الفل ومرتاحه في العربيه وقعدتها كويسه جدا. تمام، والعربيه التابلو نفسه معمول الكنتاره برضو، لو خدتوا بالكم ممكن ما يبانش قوي بس هو معمول الكنتاره. هيبان بقى طبعا في الفيديو الاخير لما افنش العربيه كلها وافنش كل حاجه ولما العربيه. والعربيه فابريكا بره جوه بالمناسبه يا جماعه. وبرضو ان شاء الله يعني طول ما انتم معانا هتشوفوا الحاجات المختلفه والحديثه والغريبه. وزي ما اتفقنا ما ينفعش اقول على عربيتي قديمه، او طول ما احنا موجودين بفضل الله مفيش حاجه اسمها قديمه، واي حاجه ليها تعديل. بنعدل موتور، نعدل حاجه، وكل ده حاجه العربيه. وبي ام برضو مش حاجه تانية يعني. بنعدل حاجات البي ام على البي ام، كل حاجه على حاجتها عشان التراث وعشان الترخيص وعشان الحاجه ماشيه مظبوطه وقانوني وكل حاجه زي الفل. مفيش حاجه، ما بنحبش الغلط او اللعب في الغلط، كل حاجه في المظبوط فقط لا غير. طبعا كل اللي احنا بنعمله ده في تعاون للناس وان احنا نساعد الناس
انما احنا شغالين في الموديلات الجديده، وبرضه بنعمل حاجات في الموديلات القديمه وشغالين في الموديلات القديمه، بنحاول نساعد الناس مش اكتر ولا اقل. اهم حاجه نفيد ودايما نوري للناس الجديد، ولازم الكل مننا يستفيد. ملناش دعوه بقى باللي يقعد يعيد ويزيد، احنا بتوع المفيد، احنا دائما عندنا الجديد. سنة طبعا في فيديو جديد وفكره جديده. ده هنا بقى الكونسوله بعد ما خلصت كنتره يا جماعه، اللي هو الكنتره زي ما انتم شايفين كده، طبعا اللي هو بيقلب الوان زي ما احنا عارفين. تمام، ده الالكنتره بقى. تمام، دي الكونسوله بعد ما عدلناها الشكل الجميل ده. تمام، دي كونسوله الام 40، وهنا الحصيره منوره ستيبترونيك اهو. تمام يا جماعه، كله زي الفل. والطابلوه الكنتره، ودي للكونسول الكنتره. كل حاجه يا جماعه عملناها الكنتره زي ما انتم شايفين، عشان تقولوا لنا الشغل بعد كده. على فكره هو بيقلب لون كده اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام، هو بيقلب الوان مع الكونسوله اللي عدلناها الجميله، مع الطفايه، طفايه ال 46 طبعا. الجو الجميل ده، وتقولوا لنا رايكم، وزي ما بحبكم حبونا. وطبعا تعديل الكراسي اللي هي ال 116 اي 93 ده طبعا بتقلب من هنا. كراسي الريكارو لسه طبعا في فينش ونظافه وبتاع، بس انا بوريكم مرحله كده الحاجات الجميله اللي طلعت. احلى حاجه بسطنا الكونسوله وبسطه الناس كلها، عشان دي تعديله جامده جدا. تمام يا